النهارده هعلمك تعملي كوكيز الشوكولاتة والفانيليا بأسهل وأسرع طريقة. لا في عجان ولا مضرب ولا أي حاجة. النهارده هنستخدم المعلقة وإيدينا. يلا بينا نشوف إيه الطريقة والمقادير. معايا نص كوباية زبدة، معايا 3/4 كوباية سكر، نص بني وربع أبيض ما يتوجدش بني. نحط على النص الأبيض معلقة عسل أسود صغيرة ونقلبهم تقليبة حلوة، ويبقى كده نص كوباية السكر البني اتوجدت. يبقى كده 3/4 كوباية سكر على نص كوباية زبدة، ونقلبهم تقليبة حلوة زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما اضمن ان السكر داب جدا جدا مع الزبدة. ما تقدريش بايدك، عم تستخدمي مضرب كهربي استخدمي. انا هنا استخدمت المعلقة وضربتهم ضربة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. عشان هنا انا الناس اللي ما عندهاش مضرب ما عندهاش اي حاجة، قلنا نعمله بالمعلقة علشان يكون دي اسهل وابسط طريقة بالنسبة لهم. لو أول مرة تشوفوني يا جماعة، دي صفحتي مملكة الحلويات. تابعوني ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، تعليقاتكم تهمني. طبعا احنا لو بنستفاد من القناة يا جماعة نشترك. أول قلبتهم هنا تقليبة حلوة علشان أضمن إن البيضة فعلا اندمجت مع المكونات وملهاش أي أثر. ضربة حلوة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. نمشي على المقادير والطريقة بالظبط عشان النتيجة تطلع معايا في الآخر مظبوطة. أنا هنا استخدمت دقيق سنبلة الفرات، هستخدم كوبايتين بس هستخدمهم بالتدريج، كوباية ورا التانية. طبعا الدقيق يا جماعة بيختلف من الدقيق اللي عندك للدقيق اللي عندي، فطبعا وبيختلف عن أي دقيق تاني. بنحط على معلقة على كوباية الدقيق ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة بيكنج صودا، وما ننساش ربع معلقة ملح. بقلبهم تقليبة حلوة كده اهوت زي ما انتوا شايفين. وهبتدي انزل بكوباية الدقيق بتاعتي التانية، وبرضو تكون منخولة. برضو هبتدي اقلب بايدي، منفعش المضرب، هقلب بايدي علشان اعرف قوام العجينة معايا بقى ازاي. طبعا هنا لسه العجينة طبعا محتاجة دقيق. هبتدي انزل في كوباية الدقيق بتاعتي التانية وبرضو منخولة. ابتدي اقلب يا جماعة. هنا انا ما بعجنش، انا بس بلم. البسكوتات بتاعتي يا جماعة ما نعجنش فيها ابدا علشان ما تعملش عرق. ببتدي بس هنا اقلم. نزلت بقية كوباية الدقيق التانية وابتدت العجينة بتاعتي تتلم معايا. حسيت ان هي لسه محتاجة شعراية من الدقيق، بنزل معلقة واحدة. العجينة بتاعتي هنا سابت الطبق بس محتاجة عشان لينة شوية، محتاجة معلقة واحدة مفيش غيرها. ابتديت زي ما انتوا شايفين كده ألمها. خلاص متهيألي كده العجينة استكفت كده تمام. وهبتدي أنزل عليها بنص كوباية شوكولاتة شيبس متواجدة يا جماعة عند أي مستلزمات حلويات. هتلاقي هناك الشوكولاتة الشيبس متواجدة في كل حتة. وابتدي أحط نص الكوباية مع العجين وأنا بعجنه، والنص التاني هبتدي أسيبه علشان هحطه مع الكوكيز من فوق. جزء اساسي هقوله ان انا لازم اسيب العجينة بتاعت الكوكيز ترتاح في التلاجة نص ساعة. بجد بتدي نتيجة احلى. يعني بحس كده بصراحة يا جماعة ان المكونات ابتدت تندمج مع بعضها، بتديني نتيجة احسن واحسن فعلا. جربي الطريقة بالظبط هتطلع معاكي النتيجة هايلة. طبعا تسلم ايديكم طبعا قبل ما تشتغلوا، وان شاء الله هتجربوه هيطلع فعلا حاجة تانية خالص. طبعا بالنسبة للشوكولاتة نفس الطريقة. حطيت نص كوباية الزبدة، 3/4 السكر زي ما احنا متفقين. اضربهم ضربة حلوة بايدي بقى بالعجان بالمضرب المتاح عندك اعمليه زي ما انتوا شايفين كده. نمشي بالظبط على المقادير، ضربة حلوة لغاية ما اضمن ان السكر داب مع الزبدة. متهيألي مفيش كلام. قناة هنا يا جماعة كلمة مصداقية بيتحط تحتها مليون خط. حطيت البيضة وضربتها ضربة حلوة وحطيت معاها باك فانيليا. لازم اضرب البيضة حلوة لغاية ما احس انها اندمجت مع الخليط وملهاش اي اثر. ده اكيد بنضربها يا جماعة ضربة حلوة عشان ما يبقى لهاش اي اثر. ابتدي برضو انزل بالدقيق بتاعي. انا حبيت ان انا اعمل الفيديو الكوكيز الفانيليا والشوكولاتة مع بعض علشان تشوفي ان الوصفتين يا جماعة مختلفين شوية. بالنسبة للكوكيز البني هنا اخد كوباية
ونص، والتاني اخد كوبايتين، يعني اخد كوباية ونص مع معلقتين كاكاو. بس المقادير طبعا البيضة والزبدة والسكر واحدة ما اتغيرتش. نرجع للمقادير بتاعتنا. حطيت هنا جزء من كوباية الدقيق، ابتديت احط الجزء التاني كوباية دقيق، وحطيت عليها ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة بيكنج صودا، وما ننساش ربع معلقة ملح عشان دي بتظبط الطعم جدا. نخلتهم وابتديت انزل بمعلقتين كبار كاكاو خام، معلقتين كبار كاكاو خام. انا هنا استخدمت الكاكاو الهولندي، نتيجته حلوة وما بيمررش يا جماعة، بس فعلا نتيجة الكاكاو حلوة جدا جدا. ابتديت ألمهم مع جنش، ابتديت ألم الخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما الكاكاو يندمج مع الخليط تمام زي ما انتوا شايفين. وهبتدي أحط نص كوباية الدقيق بتاعتي التانية، أو برضو هنخلها. حبيت لسه بقيت نص الكوباية معلقة كمان، هنزل معلقة الدقيق كمان، يبقى كوباية ونص دقيق ومعلقتين الكاكاو. وكده ابتدت العجينة بتاعتي تتلم، هتبتدي تسيب البولة. اول ما تسيب البولة يا جماعة يبقى انا كده العجينة بتاعتي تمام مظبوطة جدا جدا. هاخد معلقة الدقيق التانية زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهكتفي بيها، ويبقى كده العجينة بتاعتي تمام اتلمت. ألم يا جماعة مع جنش. اهم حاجة برضو ان انا هحط دي في التلاجة برضو ترتاح نص ساعة علشان اعرف اشتغل بيها. كل ما ارتاحت في التلاجة يا جماعة احسن، صدقوني بتدي نتيجة افضل وافضل. وطبعا وما ننساش هنا نص كوباية الشوكولاتة الشيبس، ان انا لازم برضو احطها علشان اسيب برضو بقيتها، هحطها عليها بعد ما تاخد راحتها في التلاجة. هحطها على الكوكيز من فوق. وممكن لو ما فيش شوكولاتة شيبس ممكن اجيب قالب الشوكولاتة واقطعه مربعات صغيرة واحطها على الكوكيز من فوق. لو ما يتواجدش شوكولاتة الشيبس يعني ممكن الشوكولاتة يعني تأدي الغرض يا جماعة، بنقطعها مربعات صغيرة وبنحطها على الكوكيز من فوق. برضو بريحها ربع ساعة أو نص ساعة في التلاجة. ابتديت هنا اطلع الكوكيز الابيض بتاعي وهبتدي اشتغل بيه. انا حبيت هنا ان انا اخلي حجم الكوكيز كله قد بعض، فجبت الميزان وحطيتها عملتها 16 جرام عشان انا حابة كلهم يبقوا قد بعض. طبعا مفيش ميزان مفيش مشكلة، ناخدها بالنظر كده يا جماعة، بس نحاول نخليهم قد بعض وما نكبرش الكوكيزاية قوي، عشان طبعا هي بتفرد في الفرن شوية فمش عايزينها كبيرة قوي. انا هنا عملتها 16 جرام، فحسيت ان هي يبقى حجمها حلو. حطيت جواه شوكولاتة سما حليب. قلت اشوف الفكرة هتبقى ايه، هل الشوكولاتة هتسيح من جوه ويبقى تدي كده جوسي شوكولاتة، ولا النتيجة هتبقى ايه. بعد ما بخلص المقدار طبعا بتاعي كله، اهم حاجة ان انا بكون مسخنة الفرن بتاعتي علشان الكوكيز يا جماعة ما بياخدش وقت في الفرن، ودرجة حرارة 180، بياخد من 12 ل 14 دقيقة. اهم حاجة يا جماعة ما سيبهوش فترة طويلة عشان ما ينشفش، عشان انا مش عايزاه ينشف او يتقطن زي البسكوتة. لا، الكوكيز يا جماعة بيبقى جوسي من جوه، بيبقى طري شوية. برضو بشتغل في الشوكولاتة بنفس الطريقة برضو، وبعملهم 16 جرام زي ما احنا متفقين، مفيش ميزان، بناخدهم بالنظر كده يكونوا قد بعض. اهم حاجة يا جماعة زي ما قلت نمشي على الطريقة والمقادير وما نشيلش حاجة من الوصفة، مفيش حاجة تتبدل. بيكربونات الصوديوم اساسية يا جماعة في الوصفة، بتدي الطعم الكوكيز طعم كوكيز المحلات اللي بره، فما ينفعش استغنى عنه، اساسي في الوصفة. بعد ما خلص الابيض وطلعته من الفرن وسبته يبرد 10 دقايق، ابتديت اقطعه كده زي ما انتوا شايفين، افتحها من جوه البسكوتة. بس بجد طعمها تحفة وريحتها فعلا هايلة جدا جدا يا جماعة. جربوا يا جماعة الوصفة ومش هتندموا ابدا ابدا. بجد طعم الكوكيز، ابسطوا ولادكم ودلعوهم، ينفع للمدرسة وهم رايحين الصبح. فبصراحة طعمه خطير. اما بقى الشوكولاتة ده في حتة تانية خالص، طعمه وريحته حكاية بجد. لا تقوليلي الوصفة دي ولا المحل ده ولا دي ولا ده، بجد لما جربي الوصفة دي وتدوقي طعم الكوكيزاية عامل ازاي
من جوه وريحتها عاملة ازاي، بجد خطير جدا. هنا طبعا بعد ما طلع من الفرن وبرد ابتديت ارصه بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، علشان هنفتحه دلوقتي من جوه وهوريك الكوكيزاية جوسي ازاي من جوه، طرية بتاخد من 12 ل 14 دقيقة. شايفين يا جماعة من جوه عاملة ازاي؟ بس بجد طعمها تحفة خالص خالص. احنا هنا عملنا مضاربة للمحلات الكبيرة في طعم الكوكيز ده بالذات يا جماعة، طعمه هايل جدا جدا. لو استفدنا يا جماعة من الفيديو بتاعنا نشترك في القناة، تابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات عشان هنلاقي كل جديد، وشكرا.